وانا راجع الظهر من الشغل وقعت هاي الحمامة قدامي بسبب حر الشمس. بس والله قاعد. تعال اشوفكم شلون قدرت اساعدها وانكتب لها عمر جديد. ايش بيه هذا الطير؟ خطية عنده جفاف حاد، الظهر صار له يومين ثلاثة ضايع من صاحبه، لا اكل ولا شرب. الحمد لله قدرنا نلحق له. ايه ها هي العاد، يلا على الطيرة. لا خطية، خلينا نخليه على التبريد شوية يشم نفس، وعلى قولتهم الا نغديه بالطلاق اللي يتغدى الا نطيره. ايه عاشتي لك شربة بعد. ما يصير نشربه هو، حسب معلوماتي البسيطة لازم شوي يرتاح يلا يرجع يشرب مي. ما تتوصف لجاويد. صحة شوية. يلا حياتي تغدى. رغم كل اللي سويناه له بس تبقى الحرية هي الشيء الأحلى عنده وعند كل العالم. صح. فراح يطلق صراحة سيف. يطلق صراحة لو لقاك انت وياه بالجمباز. ليش ما نروح نبيعه ونتغدى بيه؟ نتغدى معك بشدة. خطير رجال ب 2000 دينار كل قوته. لا شنو نوعه هذا الطير؟ انا ما اعرف يعني. شلون؟ شنو نوعه هذا الطير؟ اللي يعرفوه خلي يكتبوا لنا شنو نوعه. صدق تحكي؟ انا هو بالسما اعرفه فحل لونه ثيه. هذا طير لونه ابيض. مو فحل لون ثيه. لا عاد. يعني نوعه شنو؟ اشعل باحمر ارفلي شنو هذا؟ هذا طير ابيض. طبعا الطير حريته هي السماء، ينزل للقاع للاكل للشرب للراحه شويه، ومرات حتى الراحه مالته على عامود. سيوفي اطلقه للحريه. خاف اطلقه ويروح يصيده واحد. لا اقول لك شغله شايفها بفيلم احمد حلمي، ان عاد لك فهو ملكك للابد وان لم يعد. اي والله. وروح على ابويا هذا الشارب اذا عاد لك. هسه شنو ندبه؟ على القاع ما يلحق يحط، هذا بوجهه راح يطير. يلا هسه صار بحيل قوي صار. يلا بسم الله روح. ان عاد لك فهو ملكك. مع السلامة. طلع. راح ياخذ دار. رجع والله. فوق انا يطير. رجع. لك هذه قرطتونا بيبسي بعد الكيكة وينها؟ اخوان كل من يحط على الحائط مال بيتهم طاسه مال مي، لان الجو صار حار والحدائق بدات تخلص. احسن اجر تلقاه عند الله يا من تسقي الطير. في مال الله.